لكل إنسان مسلم في الجنة كم؟ لكل مسلم في الجنة حوريتين، هذا أقل شيء. كل حورية لها 70 وصيفة معها، الحورية حلالك والوصيفة حلالك. ولكل امرأة من أهل الدنيا دخلت الجنة 70 حورية. فترتيب نساء الجنة 4. أول شيء امرأة الدنيا، هذه رقم 1، معها 70 حورية. ثاني شيء الحورية معها 70 وصيفة. الثالث الوصيفة، 3 أنواع، عفوا 3 أنواع النساء في الجنة، 3 أنواع. امرأة الدنيا وهي الملكة التي حالها كحالك. 2 الحورية وهي كملك اليمين وتوصف كما وصف الولدان المخلدون. الثالث أزوج في الدنيا بزوجة، فعندك واحدة زوجة، زوجتك اللي في الدنيا، ثم 70 حورية معها حلالك، ثم مع كل حورية 70 وصيفة. أصبح كم عندك من امرأة؟ هذا أقل واحد. طيب لو فرضنا عندك 4 زوجات، مع كل واحدة 70 حورية، مع كل حورية 70 وصيفة، كم صار الجميع؟ أعانكم الله. الله المستعان. إذن عندما تقبل على زوجتك في الجنة وتتنازع أنت وياها الكأس، ويتقارب سريرك مع سريرها، سرر مصفوفة عليها ما في عزل ولا فيها زعل، تحط ظهرك إليها والله تحط ظهرها لك، وجوه متقابلة، تنظر إلى وجهك في وجهها وتنظر إلى وجهها في وجهك، والحديث الطيب بينكما. ثم إذا التقيتما في ذلك اللقاء مدته 70 سنة، 70 سنة من سنوات الدنيا هذا اللقاء الواحد. فإذا كملت ما يقارب 70 سنة تناديك حوريتك الثانية من درجة فوق درجتك: يا عبد الله، يا ولي الله، أليس لنا فيك نصيب؟ فترفع بصرك فإذا هي أجمل من اللي عندك. تقول لها: من أنت رحمك الله؟ تقول: أنا حوريتك في الجنة، أنا التي ذكرني الله عز وجل لك وقال ولدينا مزيد، أنا من المزيد. تترك هذه وتروح للثانية، أعانك الله، تجلس وياها حول 70 سنة، شوي تناديك الثالثة: يا عبد الله، ليس لنا فيك نصيب؟ تنظر فإذا هي أجمل من اللي عندك. رحمك الله، من أنت؟ تقول لك: أنا الذي قال الله عز وجل فينا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، أنا مما أخفي من قرة العين لك. تترك هذه تروح عند هذه، وهكذا كل 70 تغير. لذلك الله عز وجل أكرم أهل الجنة كرم لا مزيد عليه، وفي كل أسبوع من أسابيع الجنة زيادة، ولدينا مزيد.